أصدر الحاكم العسكري قراراً بحظر التجول بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 7 صباحاً. طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم، وسوف أكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد نناشدكم بالالتزام بتعليمات حظر التجول، وسوف يتم التعامل بكل قسوة وشدة والقبض على الأفراد الخارجين عن القانون. أولوية أولى أن المواطن يكون الأقل تضررا مما حدث. كلفني السيد الرئيس اليوم بإجراء الاتصالات على الفور بجميع القوى السياسية لبدء حوار حول كافة القضايا المثارة المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي. أطالب السلطات الرقابية والقضائية بأن تتخذ على الفور ما يلزم من إجراءات لمواصلة ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فيما شهدته مصر من انفلات أمني. إن مسؤوليتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة. لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. التحقيق الكامل والعميق في أسباب ما تم. المطالب التي طلبها الشباب هي كانت مطالب مشروعة وتم تلبيتها. أنا بأنادي الشباب استمروا في حب مصر، ارجعوا إلى بيوتكم، اتركوا البلد تقوم بكل ما هو مطلوب لكم أن يتم. ليس فقط من التلفزيون المصري، الشخصيات الوطنية تتحدث من كل القنوات العربية، من العربية والبي بي سي والجزيرة وكله.
رأيته تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية بما يفتح الباب أمام إيقاف العمل بقانون الطوارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع. وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم، ولكل أفراد شعبنا العظيم، والله الموفق المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.